منع نجم منتخب البرازيل نيمار رجال الأمن من طرد مشجع صغير خارج المنتجع الرياضي بمدينة تيريسوبوليس الذي يعسكر فيه راقص السامبا استعدادا للمونديال بعد نجاحه في تسلل والدخول ملعب مران اللاعبين. وركض نيمار تجاه المتسلل وهو فتى في العاشرة من عمره، حيث منع الحراس من طرده وقام باصطحابه إلى ميران اللاعبين، والتقطوا عددا من الصور معه قبل أن يتركوا الفتى يرحل. واستقبل مئات البرازيليين منتخبهم بالترحاب لدى وصوله إلى تيريسوبوليس، حيث تابع العشرات منهم سير المران التدريبي عبر الأسوار التي تفصل بين منتجع جرانجا كوماري الرياضي ومنتجع آخر محظور الدخول إليه بالنسبة للعامة. وردد الأطفال والفتيان المتابعين لتدريبات اسم نيمار كثيرا، الذي يعتبرونه النجم الأبرز بين راقصي السامبا الذين يخوضون أولى جولاتهم المونديالية الخميس المقبل في مباراة الافتتاح أمام منتخب كرواتيا.